نزار. منو بينا ما يحب يوزر سيف؟ منو بينا ما يحب قصة نبي الله يوسف؟ هي تمثلت صحيح، الوطن العربي كله تعلق بشخصية يوزر سيف. وتخيلوا اليوم أنا حاور يوزر سيف اللي هو مصطفى زماني. خوبي سلام. ستار يا حافظ، يا ستار يا حافظ. اللهم يستر على هالحلقة ويستر على اللي صار راح يصير بالعراق من وراء، انه ملتقي بواحد مثل دور نبي. شو راح يخلصها؟ نزار حبي، هذا مو يوزر سيف الاصلي، هذا ممثل. اللي طلعوا بالمسلسل لا صدق امون ولا صدق يوزر سيف النبي ولا صدق زليخه، ممثلين كتبوا لهم النص، حفظوه، طلعوا مثلوه. يعني شو راح اشرح لك؟ ما هذا شو قنعه؟ هذا كل همه باللقاءات البوسه بالافلام، صدق له تمثيل. الله سبحانه وتعالى بالقرآن يقول: وهمت به وهم بها لزليخة الحقيقية. أنت مثلت هذا الدور، عشت الأجواء. هل فعلا حبيت الممثلة زليخة؟ صارت مشاعر بينك وبينها؟ نزار ابني بالقصة الأصلية هي همت به وهو ما قبل، فما أعتقد بالمسلسل راح يسوي لك أبديت ويصيرون كابلز فور ايفر. تخرب المسلسل يا نزار. إذا صار اللي براسك يتغير مسار التاريخ نزار. بعدين مو كل الاثنين يمثلون دور حب يعني صدق يحبون، صارت بس فيلم مستر اند مسز سميث. بس عندك مثلا انجلينا جولي نفسها لما مثلت ويا انطونيو بانديراس فيلم الخطيئة الأصلية اوريجينال سن، ما حبها ولا حبته، وكان تمثيل بروفيشنال يعني قمة الاحترافية كان. وهو كان متزوج الرجال بوقتها وهي كانت مرتبطة فطلع راسك من شي يسمونه نزار.